مرحبا الكل، شلونكم؟ يا رب تكونون بألف ألف خير. اليوم راح أسوي أكلة ليبية اسمها المعكرونة المبكبكة. هي أكلة مشهورة كلش بليبيا، وهم يطبخوها كلش طيبة. إن شاء الله تطلع طيبة وإن شاء الله تعجبكم. أنا حطيت زيت وحطيت عليه بصلة كبيرة مفرومة، وراح أضيف عليهم سنين ثوم، أحمسهم سوا خليهم يذبلون مع بعض. بعدين راح أضيف فلفل حار حسب الرغبة الكمية، راح أحمسهم سوا شوية تقريبا دقيقتين. هنا راح أضيف اللحم، طبعا لحم خروف، راح أحمسه شوية ويا البصل والفلفل. أقلب اللحم حتى ياخذ تشويحة خفيفة من الجهتين. خليت اللحم يتشوح ويا البصل تقريبا دقيقتين. وللبهارات راح أضيف بس نص ملعقة كبيرة كركم، وملعقة صغيرة فلفل أحمر حار، هذا حسب الرغبة. قلبت كل المواد مع بعض وخليتهم تقريبا دقيقتين إلى 3 دقائق ياخذون تشويحة وياخذون من طعم بعض، وحتى البهارات من تنحمس تطلع ريحتها ويصير طعمها كلش طيب. وهنا ضفت ملعقة كبيرة معجون طماطم، وهم راح أحمسه ويا باقي المواد. طبعا لازم نحمسهم، الحمس يخلي المعجون ريحته كلش طيبة وطعمه يبين والبهارات كذلك. وأخير شي راح أضيف صلصة الطماطة اللي هي طماطة ضربتها بالخلاط، وأضيفها على باقي المواد. أقلبهم شوية وأخليهم تقريبا 5 دقائق على ما يتسبك المعجون والطماطة سوا. راح أضيف المي الحار على اللحم وباقي المواد، وأترك اللحم على ما يستوي، طبعا بدون ما ينهرس. وأهم شي ما أضيف ملح على ما يستوي اللحم. وهنا بعد ما تأكدت إنه اللحم استوى ضفت ملح حسب الرغبة، ونتأكد من الطعم والنكهات إذا متساوية أو إذا محتاج لها بعد بهارات أو ملح. هنا آخر شي راح نضيف المعكرونة ونقلب على ما تستوي. وهذا وحبايبي كلش سهلة كلش طيبة وبتوسخ مواعين هواية، هو كله فد جدر. هاي هي البكبكة اللي تبكبك بقلبي، يمي. خلاص هنا عندي استوت المعكرونة وراح أطفي عليها. يا سلام، طعم وريحة خرافية، واللحم كان مستوي كلش زين وذايب. وألف عافية للي راح يجربها منكم حبايبي. اكتبوا لي بالتعليقات إذا حبيتوا وصفة اليوم وحبيتوا فيديو اليوم. أشوفكم على خير حبايبي، وأترككم ويا آخر منظر من المعكرونة اللي تشهي.